كل القضايا بالنسبه لي اللي بيناقشها المسلسل بالنسبه لي مهمه جدا، بس في قضيه تحديدا انا فرقه معايا انا شخصيا، اللي هو انه قيمه العمل عموما عند الجيل اللي طالع، مع كامل احترامي للجيل الجديد اللي طالع يعني، بس هم مش بداوا يشوفوا قدامهم نماذج بقى بتطلع على تطبيقات بعينها. فهو شايف انه ان انت لما تطلع تعمل فيديوهات ملاش اي معنى، ملاش اي لازمه، ففي ربح سريع بيخش لك، فاشتغل ليه ولا اتعب ليه ولا اجتهد ليه؟ ما هو في غيري بيطلع مثلا على منصه بدون ذكر اسامي، منصات الشهيره انت عارفها يعني، هكسب وابقى تمام وهركب عربيات وهمثل بعد كده، او ممكن العب كوره بعد كده، او ابقى شيف، بعمل حاجات كتيره، او واحد يطلع مثلا يتسول الفلوس. محدش قال ان انت لو ظروفك الماديه صعبه ان انت تطلع، عفوا في اللفظ، ان انت تشحت على منصه او على تطبيق. تمام. فانا بحب جدا في مشهد كده بعينه، انه بطله العمل بنتها بتتكلم معاها، بتقول لها انا عايز اعمل فيديوهات وكذا، فهي بتقول لها لا دي مش تربيتنا ولا دي اخلاقنا ولا دي تقاليدنا، وان كل واحد بيشيل شيلته. فدي ده حاجه بالنسبه لي كوليد اللي هو البني ادم المصري، شايف ان دي حاجه تمسني قوي. هنفرجه لابوكي اول ما يرجع من الشغل عشان يفرح ببنته الفنانه الشامله. طب ينفع يا ماما؟ لا ما ينفعش، وديني عارفه كنتي هتقولي ايه. ما ينفعش تحطي الفيديوهات بتاعتك على التيك توك. ليه بس؟ ما كل اصحابي بيعملوا كده. واحنا مش زي اي حد يا بنت عبد غني. يا ماما ده انا ممكن اشتهر ويبقى معانا فلوس كتيره قوي، ونسافر ونقعد في اوتيلات ويجي لنا هدايا جميله قوي ببلاش. مفيش حاجه ببلاش يا حبيبتي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.